قبل ما نطلع لفاصل خلونا نشوف أجزاء من اللي عرضناه الأسبوع اللي فات. الخير، بنحب نرحب بجميع اللي اجوا، وهلا رقصه خاصه من سيدة الرقص الشرقي، يعني سيد الرقص الشرقي شوشو. تحيه للضيفه ولضيوف الكرام. مشكلة كتير كبيرة عم نعاني منها، لأنه صار في كتير متحولين عم بيطلعوا على تايلاند، مش مثل وضعي أنا يلي هو الدولة تبنت عمليتي. كل وحدة عبالها تعمل مصاري تطلع على تايلاند تعمل تحويل جنسي. انت عايزه تقولي لي انه بعض اللي بيتحولوا لفقدان الهويه الجنسيه مش بس ده السبب، في سبب تاني ان هم عشان يعملوا بزنس ويجيبوا فلوس زي بائعات الهوا؟ اكيد. أي رجال طبيعي لو اعطيتيه هرمون وحولتيه ما بيكون شكله أنثى 100%. قبل العملية وانت صغير حد اتحرش بيك؟ يمكن وافقت لأنه كنت عم بحس بشي جديد عم يصير بحياتي.
الراجل اللي كان معاكي وعملتوا مع بعض المعاشرة الجنسية ما كان عارف انك كنتي راجل؟ لا. ولا ما يعرفش ولا لاحظ خالص خالص. صارت المجتمع صايرة بتحب القصص اللي فيها شواذ. وده شعور مضايقك طبعا، لانك لما بقيتي انثى بقيتي مش مطلوبة. ومبدئيا بس يطلع ورائي انه بدنا نتجوز انا وياه، بس انه يطلع ورائي. وهو عارف ان انتي ترانسكشوال؟ ما هو اللي اخذني وعمل لي العملية وكل شيء، طبعا عارف. هل في حاجة في الحياة المادية بالنسبة لك اتغيرت؟ فتحت محل ثياب، قعدت عم بشتغل، عملت حياة لنفسي. ابتدى يبقى معاكي فلوس وتجيبي اللي انت عايزاه. نوع عربيتك ايه دلوقتي؟ مرسيدس وانفينيتي. إذا بدي شخص بحطه براسي بجيبه. غيره أحسن منه.